فرجيه غريبه جدا. ازاي الشارع فاضي بالشكل ده؟ ليله العيد دي ما بيبقاش فيه بني ادم في البيت، والدنيا بتبقى زحمه جدا لحد صلاه العيد. المهم بيجي الصبح وبعد صلاه العيد الاسره كلها بتتلم في الجنينه، وبتبقى فرصه حلوه عشان مصر يوجب ويرد الجميل للاسره دي، زي انه بيحاول يقول لميرفت ان سعيد بيحبها بس هي ما بتفهموش، وانه بيوجب مع منصف بانه يديله مفتاح شقته يروح يقعد فيها شويه هو وابتسام على بال ما يروحوا. وبعدها مصر بيتعب من اكل الفسيخ وبيجي له انتفاخ وبيقعد عند سعيد واهله عشان يراعوه وهو تعبان. وبعدها الفيلم بيعمل حاجه غريبه جدا، وهي انه بيحاول يبين ان حماس اذكى طفل في العالم، وده عن طريق انه بيسال سؤال، وهو ان ازاي عالم امريكا كان بيرفرف وعلى القمر مفيش هوا، مع انهم بيبرروا ده بقالهم 60 سنه ان ده بسبب ان الرواد كانوا بيحركوا العلم. ده ظهر فعلا في الفيديو لما نزل، وده مش دفاعا عنهم، بس الحاجه دي مردود عليها 1000 مره. المهم مصري بيشوف سعيد وهو بيعيط، وده عشان بيحب ميرفت وميرفت خلاص هتتجوز، فبيحاول ان هو يحتويه ويقنعه ان هو يصارحها. بعدها بيجي مشهد في الشارع ومصري قاعد على القهوه مع سعيد ومنصف، وبيجي راجل بيبيع خواتم، ومصري بيساله عن الاسعار، فبيطلع ان سعر الخاتم الملون بعلم مصر ارخص من الامريكي، فبيقرر ان هو ياخد المصري بسعر الامريكي، وده بيدل على انه ابتدى يحب البلد ويفهم الجوريزماتها ماشيه ازاي. فبتيجي النهايه واللي من رايي هي من اغبى النهايات الافلام اللي شفتها في حياتي، وهي ان بعد ما مصري بيودع الاسره اللي كان عايش معاها وبيحاول ان هو يرد الجميل ويظبط لهم حياتهم بشكل ما، وده عن طريق انه بيسيب مفتاح الشقه لمنصف وابتسام والكاميرا لسعيد علشان يشتغل بيها. وبعد ما راضي بيوصله للمطار ويركب الطياره بعد ما لقى الباسبور الامريكي بتاعه، بيبتدي يفتقد الناس اللي سابها، بس خلاص بيتقبل الموضوع، وساعتها الطياره بتتحرك. الغريب بالنسبه لي بقى ان ليه انت قررت ترجع تاني؟ انت ما عرفتش تكمل شهرين، ورجوعك ده مصدر لي ان هو رجوع نهائي واستقرار. طب ازاي؟ طيب والشقه اللي سبتها لمنصف ومراته هيبقى مصيرها ايه؟ كل دي تساؤلات الفيلم ضرب بيها عرض الحائط عشان بس يقولك ان مصر جميله، مصر جميله، خليك فاكر. وان هي كمان فيها حاجه حلوه، ماشي، حتى لو فيها حاجه حلوه ففيها 100 حاجه وحشه ومش هتتصلح، لازم لها حل راديكالي بحت. وعشان كده ده اللي بيخليني اصنف الفيلم ده ان هو فيلم تطهيري، وان بعد ما وراك الحاجات السيئه دي كلها رماها في الزباله وقال لك بص مصر حلوه ازاي وبنتجمع فيها في رمضان وفيها روح العيد. فده بيخليني احس ان الفيلم كان ساذج جدا بشكل مش طبيعي. الفيلم كان جميل لحد اخر تلت ساعه، ومن ساعتها بقى التلصيقه بدات والتطهير بدا، وبس كده لحد ما تبقى الحلقه خلصت. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي رايك في الكومنتات، وقول لي برضو عايزنا نتكلم عن ايه الحلقه الجايه. سلام. وطي عشان تاخده يا امريكاني.